الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو شفت الفيديو صلي على محمد، ولو شفتش أخطاء التحكيم في ماتش الأهلي والاتحاد تعالى أوريها لك. النادي الأهلي عنده مشكلة مهمة جدا في الماتش دوت، إن التلاتة مع بعض ما ينفعوش في الملعب، زيزو وبن شرقي وتريزيجيه، لازم واحد يقعد دكة، ولازم الأهلي يشوف بديل لإمام عاشور. يعني قفشة ممكن يلعب على حساب واحد من التلاتة، أنا موافق رغم إن أداء قفشة وحش، بس التلاتة مع بعض ما فيش ما بينهم يعني اي تناغم خالص. التناغم ممكن يبقى ما بين زيزو وبن شرقي، انما تريزيجيه موجود، ده بيخلي تريزيجيه بن شرقي يضطر ان هو يروح يمين وزيزو يخش في نص الملعب عشان تريزيجيه يروح على عدلته في الشمال، يا اما تريزيجيه يفضل في نص الملعب ومايل على الشمال، وده بيأثر على محمد علي بن رمضان. فانا من وجهة نظري ان دي مشكله كبيره للاهلي. تاني مشكله عنده هي مشكله القلوب الدفاع. كوكا ما ينفعش باك شمال، وقلنا كده شكري لازم يلعب عليه لان هو ما بيعرفش يدافع، اهو شفنا قدام عينينا. وتاني حاجه ياسين مرعي عنده شويه حاجات عايزه تتظبط، الاهلي لسه قدامه كتير قوي عمال ما يظبط اموره، وانا في رايي الحكم ما غلطش لا عند الاتحاد